الفنانة صاحبة الملامح الأوروبية نادية لطفي، اللي قالت أنا مصرية 100%، واللي قالت الأهم من الشكل والمظهر هو إني أكون مصرية بأحاسيسي. في بداية حياتها وبالتحديد لما كان عندها 10 سنين وقفت على خشبة المسرح، مسرح المدرسة، وقدام الجمهور لأول مرة. لكن تجربتها دي ما كانتش ناجحة لأنها نسيت الكلام اللي هتقوله، وبسبب كده اعتقدت إن التمثيل مش هوايتها المناسبة. وكانت معجبة جدا بفاتن حمامة وتحية كاريوكا وكمال الشناوي ومحمود شكوكو. وعيلة الفنانة نادية لطفي كانت على علاقة بالسيد جان خوري، وجان خوري كان صاحب أكبر شركتين للإنتاج السينمائي في وقتها. وفي بيت جان خوري اتقابلت مع المنتج رمسيس نجيب، ولما عرض عليها إنها تكون ممثلة في أفلامه ردت عليه وقالت له وليه لأ. وبعد المقابلة دي بولا بقت بطلة لفيلم سلطان وقدام فريد شوقي، والمنتج رمسيس نجيب غير اسمها لنادية لطفي. واسم نادية كان اقتباس من شخصية الفنانة فاتن حمامة في فيلم لا أنام. وبتقول الفنانة نادية لطفي عن مشاركتها لعبد الحليم في فيلم الخطايا وأبي فوق الشجرة إن ده كان حظ سعيد ليها، لأن الفيلمين دول ساهموا في انتشارها بشكل أكبر. وقالت هو محبوب من الجماهير وخلاني أكتر شهرة وقرب من الناس. وعن شغلها في السينما قالت أنا شايفة إني مش ملزمة إني أمثل باستمرار لأني مش موظفة. وكانت بتحب الحيوانات بجميع أنواعها، وكانت مربية في بيتها كلب ما كانش بيفارقها. وبالمناسبة دي قالت مع الأيام اكتشفت إن في أشخاص إذا عاشوا معايا في نفس البيت بخاف منهم أكتر من الكلاب. ومجلة الكواكب أدرجت الفنانة نادية لطفي مسابقة أجمل وجه وشكل خارجي لممثلة، وده كان سنة 1961. أما خبراء التجميل كتبوا عنها وقالوا إن شكلها اللي بتظهر بيه قدام الكاميرا هو وشها الطبيعي، علشان كده المكيير مش بيتعب معاها. اتجوزت 3 مرات، المرة الأولى كانت من الضابط البحري عادل البشاري وهو أبو ابنها الوحيد أحمد، والجوازة التانية كانت من المهندس إبراهيم صادق، والمرة التالتة كانت من شيخ مصوري مؤسسة دار الهلال محمد صبري. والفنانة نادية لطفي تطوعت في أعمال التمريض بمستشفى المعادي العسكري أثناء حرب أكتوبر، وكانت مقيمة في القصر العيني وأسعفت الجرحى. مثلت حوالي 75 فيلم، ومن أشهر أفلامها السبع بنات والخطايا، السمان والخريف، للرجال فقط، الأخوة الأعداء، وكتير من الأفلام الناجحة ليها. اتولدت في حي عابدين بالقاهرة سنة 1937 لأب مصري وأم مصرية، ومش بولندية زي ما بيعتقد بعض الناس.